السلام عليكم جميعا، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. بما انه الاجواء هسه صيفيه والدنيا حاره كلش، اريد ارجع لكم الايام زمان، الليدي مال ايام زمان، او نسميه ابو تشيس الطيب، تحبه الكبار والصغار، وهم يبرد على قلوبنا وعلى قلوب اطفالنا، ونسويه بالبيت وبطريقه سهله وصحيه ثانيا، ويعني ايدينا نظيفه احنا وشغلنا كله نظيف جو عمود الاطفالنا. ايش عندنا؟ عندنا هنا لتر مي، هذا مي انا قايسته بالدولكه، لتر مي، وعندي الوان، عندي اخضر وعندي بالفراوله وعندي هذا الاصفر. هسه شوف ايش كم نوع راح نسوي. وعندنا شكر قلاصين، سكر او شكر، وخاشوقة حامض الليمون، الليمون دوزي او عصرة ربع ليمونة. تمام بنات؟ هسه بنات هاي خاشوقة الليمون دوزي او الليمون دوزي خليها على الشكر، واخلطهم سوا واصبهم على المي. هذا المي راح اقسمه، خليه شوف قسمين هيك، عمود اشوف ايش كم لون راح اقدر اسوي بيه. هسه راح اخلط المي والشكر والليمون دوزي، اخلطها لحد ما يذوب الشكر بيه حتى اقسمه والونه قدامكم. هاي الكاميرا قام تستخدم وحدها وياي. وهسه راح اقسمه قسمين، بسم الله الرحمن الرحيم، او ثلاثة، راح اسوي 3 الوان. راح نبدي باول لون هو الاحمر، خلي الاحمر. هسه راح اخلي عليه نكهة، ها جابتها من العطار، كلش طعمها وريحتها كلش طيب. هاي شي نص طبق نكهة من هاي النكهة. شوفوا دي صار بيها لونت. هذا خلصنا منه الاحمر، خليه على صفحة عم نعبيه باكياس. هسه نرجع نسوي اللون الثاني الاخضر. هسه عندنا اللون الثاني الاخضر، خليه يعني طبق ونخلطه. ما شاء الله يعني لونه كلش حلو. انا عجبه وياه صبغه من هاي هم اخضر، هم راح اخلي شويه من عندها، يعني ما احكي لكم ودي صارت قوس قزح. هاي خليت اقل ربع طبق، لان هو اللون الاخضر مالته ما شاء الله وريحه مالته فظيعه. يعني انا حتى عندي نكهه ما راح اخليها، فحتى نكهه ما يحتاج اخليه ليه، لان هو هذا ماكو. روحوا للعطار قول له نريد نكهه موز ولون، يعطيكم اياه. يعني الريحه هسه بالبيت مو طبيعي، صار تخبل. هسه وهذا اللون الثالث ليمون، ليمون هم ريحته ليمون مو طبيعي. راح اخليه طبق بس مو متروس، يعني هيك، لان حيل مركز هذا وريحته هم كلش قويه. نشوفكم شلون. هسه هنا ما مبين لان دول كان برتقاليه فما بين زين. هسه من اخليه بالاكياس مال الليدي يبين. بنات هسه عندنا هاي الاكياس الصغيره الليدي، راح نخلي بيها اول لون الاخضر، بسم الله. كمل وياكم الاخضر، لا تبان على ديل لان صارت خريطه مال الوان، يا ريت الوان قوس قزح، صارت الوان ما ادري شنو ما شنو. نقفله يعني نشده بالعراقي نقول. هسه اكمل وياكم اللون الاصفر. هسه نجي نعبي الاصفر، تمام. هذا ثاني هم نعبي قدامكم، واقفله او اغلقه. يعني مرات عذرونه العراقيين عندنا حكي ما ادري مرات منين نجيبه، بس والله حلو لهجتنا تخبط، شو نسوي؟ ما نقدر نعوف.
هسه وصلنا للفراولة، اللون الماروني او الاحمر يسموه. هسه هذا الاول كملناه نغلقه، خليه هنا. هذا ابني قلد على حكي يقول لي ماما شنو نغلقه قفله، تعلمين على عقده نسده. هذا الثاني صار خليل، انا زيته شويه. هذا الثاني ماتين غلقناه شديناه. هسه بنات شوفوا خلصت كل الكمية، الأخضر والأصفر والماروني، وراح أخليه بالمجمدة يجمد. فأنا عندي هنا لبن البارحة زاد عندي من خبطته، جمدته وخليته بالمجمد. شوفوا شلون طيب. هاي الظهر ورا الغدا بشوية أنا أقعد أخذ من عنده أوزع لبناتي وأخذ واحد إلي. كلش طيب بنات بالبيت ونظيف، وبعد ما حد هنا يبيع أبو تشيس، طفت الكهرباء. فاحنا نسويه بدينا بالبيت. اللهم صل على محمد. رجعت نسوي بدينا بالبيت وناكله. هسه هذا راح نجمده، وبعد التجميد حصور لكم اياه. تمام. بديته بالمجمده يجمد منا الباكر. اني الصبح اشوفه اطلعه واصور لكم اياه وادز لكم اياه. بنات ترى والله انا مو ابيع، لا احنا البيت اسوي ناكله. هذا ابني يقول شنو راح تبيعين ابو تشيس؟ نسوي للبيت نحبه احنا، ويجون جهال اختي جهال اخويا اعطيهم من عنده. وطيب والله انا احبه انا اكله. بنات شوفوا هذا شنو، هاي عندي علبه فارغه مال قهوه من فرغت اخذتها من بنتي. وهاي شنو بها؟ زيت الزيتون وتين. قسمت هنا انصاف وخليت زيت الزيتون وتين. شوفوا بنات هذا تقعدون على الريق تاكلونه، يعني تخليني في 7 ايام بي. والله انا من ثاني يوم قمت اكل بيه وتاكلونه. بنات كلش مفيد للجسم، للمعده، للقولون، كلش مفيد للبشره. يوميا اخذوا لكم فد 2 من عنده، كلش مفيد بنات كلش والله العظيم. جربوه ما راح تخسرون شيء. بديته بالمجمده يجمد منا الباكر. اني الصبح اشوفه اطلعه واصور لكم اياه وادز لكم اياه. بنات ترى والله انا مو ابيع، لا احنا البيت اسوي ناكله. هذا ابني يقول شنو راح تبيعين ابو تشيس؟ نسوي للبيت نحبه احنا، ويجون جهال اختي جهال اخويا اعطيهم من عنده. وطيب والله انا احبه انا اكله. بنات شوفوا هذا شنو، هاي عندي علبه فارغه مال قهوه من فرغت اخذتها من بنتي. وهاي شنو بها؟ زيت الزيتون وتين. قسمت هنا انصاف وخليت زيت الزيتون وتين. شوفوا بنات هذا تقعدون على الريق تاكلونه، يعني تخليني في 7 ايام بي. والله انا من ثاني يوم قمت اكل بيه وتاكلونه. بنات كلش مفيد للجسم، للمعده، للقولون، كلش مفيد للبشره. يوميا اخذوا لكم فد 2 من عنده، كلش مفيد بنات كلش والله العظيم. جربوه ما راح تخسرون شيء. بنات وهذا الفريز او ابو تشيس جمد. شوفوا شلون صار ما شاء الله يخبل. هاي خليته تقريبا بالثنتين الظهر، هسه ب 12 بالليل طلعته لان نريد ناكل من عنده. يعني انا احب اكل من عنده بالليل دائما، يعني يخبل بنات يخبل. جربوه كتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم به. الى اللقاء، دمتم في رعايه الرحمن.